الفلسطينية النشطة ولكنها الملتزمة بالثوابت. إذا استطعنا أن نتحرك وننطلق، بل ويجب أن ننطلق من هكذا محددات لبناء استراتيجية وطنية، سنكون قادرين على إجهاض كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف قضية اللاجئين وقضية القدس. وهناك رابط وثيق بين قضية اللاجئين والقدس، لأن مخطط تهجير أهلنا من القدس وإخراجهم خارج المدينة المقدسة والتضييق عليهم هو جزء من مخطط يهدف إلى تذويب قضية شعبنا وإلى إنهاء قضية اللاجئين. فنحن نرى أن هناك محاولات محمومة تشجع على الهجرة من داخل فلسطين إلى خارجها، ومن مخيمات اللجوء إلى بلاد أوروبا. هذا ما يجري أحيانا في لبنان، وهذا ما يقوم به العدو من الضغط على أهلنا في القدس، وهذا ما تحدثت به بعض وسائل الإعلام لتشجيع الهجرة من غزة إلى خارجها. هذا كله يندرج في إطار تصور أمريكي صهيوني لتذويب قضية اللاجئين وإنهاء قضية اللاجئين. من هنا نحن أيها الإخوة والأخوات متمسكون بحق العودة، ومتمسكون برفض التوطين والوطن البديل ورفض التهجير، وأن مستقبل الفلسطيني في وطنه، في أرضه، في قدسه، في مقدساته. ومن هنا من قلب هذا المؤتمر فنحن نؤكد وقوفنا الكامل مع أهلنا في لبنان ومخيمات لبنان الذين يرفضون قرار وزير العمل اللبناني الذي يحاول أن يساوي بين الفلسطيني وغيره من الأجانب وينزع عنه الصفة السياسية للاجئ الفلسطيني. ونحيي هذه الفعاليات التي مضى عليها قرابة 8 أسابيع ومستمرة. نؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا في مخيمات لبنان وفعلنا وتضامننا الكامل، بل واستعدادنا وجهوزيتنا لإنجاح الحوار الفلسطيني اللبناني الذي سيركز على أوضاع اللاجئين في المخيمات وفي كيفية توفير الحياة الكريمة للاجئين في مخيمات لبنان إلى حين العودة إلى أرض فلسطين. كما أننا نطالب بضرورة إعادة بناء وتأهيل وإعمار مخيم اليرموك في سوريا، وعودة أبناء